سألني بيقول لي ومين أكبر، بابا يسوع ولا ماما العذراء؟ هي ماما العذراء لما جابت بابا يسوع يبقى يسوع أصغر من ماما العذراء، زي ما كل واحد فيكم مامته أكبر منه، بس ده لأنه إنسان زي ماما العذراء، بس يسوع مش إنسان بس. يسوع من الأول ربنا، وربنا قبل كل الناس وأكبر من كل الناس. فربنا يسوع لأنه ربنا أكبر طبعا من ماما العذراء وأكبر من كل الناس. لكن لما اتولد بيبي يسوع هو نفسه ربنا بقى بيبي يسوع، من ناحية انه انسان يبقى هنا اصغر من ماما العذراء لانها مامته. ربنا يسوع في لاهوت يعني ربنا، وفي ناسوت يعني في انسان، مش هو شخص واحد بس. ربنا بقى انسان زينا، من ناحية ربنا هو اقدم مننا، من ناحية انسان هو زينا، وقبليه ناس وبعديه ناس. زي ما انت قبليك بابا وماما، وبكرة لما تكبر وتبقى بابا هيبقى عندك ولادك اصغر منك، لانه انت كانسان ليك زمن يعني في ناس قبلك وفي ناس بعدك. انما ربنا ما فيش حد قبله، هو قبل كل الناس واكبر من كل الناس. عشان كده احنا بنعبد ربنا يسوع لانه ربنا. انما ماما العذراء بنحبها قوي لانها مامتنا كلنا وبتصلي لنا كلنا. هي انسانه، هي مش ربنا. هي فيها ناس قبلها، ومامتها اسمها حنة وابنها ربنا يسوع، لكن هي انسانه بس. في ناس كتير اكبر منها، في ناس كتير جم بعدها، لكن ربنا يسوع لانه ربنا مش حد قبله ابدا، يبقى هو اكبر من كل الناس. اما من جهة انه يسوع ربنا المتجسد يعني هنا بقى زينا، يبقى ربنا يسوع اصغر من ماما العذراء. عشان كده احنا بنقول نسجد لك ايها المسيح. يعني ايه؟ يعني احنا بنسجد لبابا يسوع مع ابيك الصالح والروح القدس، لان احنا بنسجد للثالوث الاقدس. انما ماما العذراء نقول نعظمك، بنحبك، فرحانين بيك، السلام لك، لانك انت ولدت لنا ربنا اللي بقى زينا عشان يخلصنا. السؤال ممكن يلخبط الناس، هو في طفل اكبر من مامته؟ مفيش، لان لو طفل عادي، بس لو الطفل ده هو اساسا ربنا يبقى طبعا اكبر من مامته، لانه اكبر من كل الناس، لانه ربنا. لا بصراحة انا حصل لي ايرور، جالي ايرور لا تعليق.